اهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، متابعي قناه شوف تي في اينما كنتم واينما تواجدتم. مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المباشر من قلب منزل يوسف الزروالي. اليوم في هذا اللقاء سوف نتحدث عن كثير من التفاصيل، وسوف نكشف مع رفقة اخونا وصديقنا يوسف الزروالي عدد من الخبايا ومن الاشياء اللي ما عرفهاش الجمهور، لا الجمهور ديال يوسف الزروالي ولا كذلك متابعي ومشاهدي قناه شوف تي في. كذلك من المواد ديال هذا اللقاء هذا هو غادي نستقبلوا المكالمات ديالكم، مكالمات تهاني، مكالمات اللي غادي تكون مباشره مع يوسف الزروالي في الرقم اللي موضوع عندكم في العنوان. فاللي بغى يتصل الرقم الان مشغل، تواصل مباشره مع يوسف الزروالي. وكذلك يحضر معنا نائب رئيس جمعيه الشباب الملكي عبر الجمعيه الملكيه لمغاربه اوروبا، لمغاربه العالم او مغاربه اوروبا، اللي كيحضر معنا كذلك الحاج، واللي غادي ناخذوا يعني مجموعه ديال الاشياء وكيفاش كيمر العمل ديال يوسف الزروالي، وهذه المرحله خاصه هذه المرحله اللي مرت من الحياه ديالو واللي هي 2020. مرحبا بك يوسف الزروالي، مرحبا بك معنا وعلى سلامتك بعد اولا. شكرا السلام عليكم، تحيه لخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. تنشكر قناه شوف تي في، وتنشكر جميع القنوات اللي داخل الوطن، الصحفيين داخل الوطن او خارج الوطن اللي تيساندوا ابناء الشعب وتدافعوا على بلادهم. شكرا جزيلا، لانه الصحافه هما الصوت الرابع اللي تيوصلوا الصوت ديالنا، وتنشكركم جزيلا. وتانا مرحبا بكم. بارك الله فيك، شكرا. مرحبا بك الحاج معنا، مرحبا بك معنا في هذه الجلسه. مرحبا، شكرا جزيلا، شكرا لشوف تي في، شكرا للسلطه الرابعه. نتمنى ان هذه الحصه تمر على احسن ما يرام ان شاء الله، ونحن في الخدمه ومستعدين لاي سؤال. مرحبا بالجميع والمحبين تاع شوف تي في، تبارك الله عليكم. شكرا، الله يبارك فيك. سي يوسف، ما غاديش نسولوك على شعورك ولا كيفاش يعني انت الان وانت كتعانق الحريه من بعد 7 اشهر ديال السجن وديال المعاناه. غادي نخليو لك كلمه ديالك انت للناس في هذا اللقاء المباشر مع المحبين ديالكم، مع الناس اللي تضامنوا معك طيله فتره يعني السجن ديالك والمراحل اللي مرات منها يوسف الزروالي. كما هو متعارف عليه، الشخص اللي كيعمل في العمل الاحساني، اللي خدا الشهره ديالو وخدا الصيد ديالو على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي، مع مجموعه ديال الاعمال اللي كيقوم بها بالتنسيق مع يعني محسنين وفاعلي الخير لا من اوروبا ولا والدفاع كذلك عن الثوابت ومقدسات الوطن لا داخل الوطن ولا خارجه. والانسان اللي كان هاز الرايه ديال البلاد من قلب باريس، في قلب العواصم الاوروبيه وكذلك هنا داخل الوطن. يوسف الزروالي نقدروا نحسبوه من الناس اللي كانوا يعني شوكه في الحلق ديال اعداء الوحده الترابيه واعداء هذا الوطن هذا. يوسف الزروالي، شنو ممكن تقول لنا على الانتصارات اللي حققها المغرب في 2020؟ استرجاع يعني وفك المشكل ديال القرقرات، الحمد لله، الاعتراف الامريكي بوحده الترابيه. هناك عدد من الانجازات بالرغم من انه سنه 2020 كانت سنه يعني استثنائيه. 2020 ولكن 2020 كانت سنه استثنائيه بكورونا بالسجن نعم، ولكن نخليو القصه ديال 2020 خد السجن كانت على العالم كامل. الخميس اخر يوم في 2020 نعم عيطوا للاستئناف داخل السجن. وانا نقول للشعب الله يخرج هاد 2020 بخير وبخير. وكنلاحظوا واقيلا الانتصارات واحد شويه عاد بقاو يتصلوا، قلت للشاف الله يخرج 2020 بخير، لقيت الجمعه واحد في الشهر عيط ليا الاستئناف، دزت عند الرئيس قال لي 14 في شهر واحد راه عندك استئناف تكون خارج. قلت له مرحبا سيد الرئيس، والراي ديالك يحترم، واخا ربما الزروالي شعبيه ديالو، ولكن كنت انا امام السيد الرئيس نكون محترم، لان داك السيد معين وسيدنا تنحترمو. المهم مشيت ضروري في السجن، عندي الغرفه ديالي انا بيت بوحدي، حيت
المهم يعني اي واحد تيكون شخصيه معروفه تيحطوه بوحدو حمايه، ماشي انني حمايه شي واحد يدابز معايا ولا شي واحد يبرصني، كان تيخليوني في الغرفه ديالي بوحدي معزز مكرم، كاين شي واحد تيقرب لي وتيبرصني. المهم راس العام تيجيو تيدوروا علينا، تيكون جروب تيديروا الخميس ويوم الجمعه تيدوروا علينا. انا تنصلي العشاء حيت كنت انا والدي كلفوني المسجوني نبقى نأذن، تنصلي العشاء تطيح طيحه وحده، عطينا الله واحد السكينه. هذه موهبه جديده هذه عند يوسف الزروالي مخدين السجن، حيت المسجونين اللي كلفوني باقا نأذن. بديت نأذن سبحان الله، حتى داكشي ملي تأذن تتكون عارف الاوقات وداكشي، الموظفين ينعلوا عليه ولا يقول لك كذاب. 8 د الليل تنصلي العشاء تنسخ، صافي تجيني واحد الراحه خصني نعس. نعست صليت العشاء 8:30 حكيت سنيناتي نعس، دقوا عليا الباب مع الوحده و20 دقيقه. الحل الذي نحل قلت له شاف شحال في الساعه، قال لي وحده وتولد، قلت له الحمد لله مشات 2020. وبدا داك الشاب تيواجد بالضحك 2020. هذه بين القصص اللي وقعت لك مع 2020. ما عرفتش الشاب بلاتي مو قال لي كيف، قلت له الحمد لله انا قلت له شحال في الساعه، قال لي وحده وتولد 20 دقيقه، قلت له الحمد لله مشات 2020. ويوسف الزروالي واحد الوقيته كان يعني من بعد الطول ديال المحاكمه، وعرفنا انه كانت خدات واحد الاطوار كبيره، واحد 7 اشهر ديال التحقيق وديال يعني والتحقيق التمهيدي ومجموعه ديال الاشياء واعاده الملف من جديد. وهنا كنشكروا الهيئه القضائيه على العمل الكبير اللي قامت به من اجل احقاق الحقيقه ومن اجل احقاق الحق. بانوا مجموعه ديال الناس المشككين، بانت انه بدا كيدخل الشك لا في العمل اللي كيقوم به يوسف، ومع العلم انه انا اقولها يعني شخصيا وانا كمتابع العمل ديالكم السي يوسف، بعض الاعمال كتقوموا بها ما كديرهاش الحكومه، يعني اعمال تضامنيه نقدر نقول ما كديرهاش وزاره التضامن والاسره، ما كتبنيش الناس ديور، ما كتفتحش يعني العزله على مجموعه، يعني كاين شي حويجات اللي كتقوموا بها مشكورين عليها ولكم يعني لكم الاجر، هذا اولا. لكن كانت واحد الوقيته اللي دخلت شويه ديال الشك. هاد الناس بداو كيقولوا لا راه واقيلا سيرتو مع تهمه النصب والاحتيال، خصوصا انه كانت اموال كثيره كان كيتصرف فيها يوسف. الناس يعني بدات كتدخل هذه الريبه هذه. شنو ممكن تقول لهاد الناس هادو واللي شكوا ولو لدرجه لنقطه؟ انا المحسنين اللي تيبغيوني نعم راه من 2016 لم احد من هاد المحسنين عمره ما شك فيا وباقي معايا. ملي تمشي عند شي حاله تمشيو بعدنا بالمعنى نهضروا بعدنا، تمشيو زيرو درهم تنوصلوا 30 مليون، كاين الحاله وصلنا 62 مليون، كاين حالات اللي في الخفاء اللي تشرات بارتمات، ومنهم دابا انت حضرتي على واحد انا في السجن ما نقولوش هذا. نعم مشيت عند واحد المراه قالت لك انا راه استفدت في بارتمان ويوسف في الحبس. انا في الحبس وبغات قالت لنا اجيو عندي صوروا معايا باش نشكر يوسف الزروالي على داك الشيء اللي دار معايا، لانه خدا لي بارتمان بلا ما نقولوا الحي فين ساكنه فيه ولا غادي نوريها ولا تكون معايا حتى واحد شفتي لا تكون معايا. اذا هذه المراه ها واحد المحسن جا شراها لها في الخفاء، شرا لها بارتمان وكان شي فين ساكنه واحد لاكاد ما نقول. اذا هذا تسخير من الله. ما عمر شي محسن ديالي اللي تيبغيوني انا، عمر شي واحد ها وانا في 7 شهور وانا في الحبس ما عمره طلع قال لك يوسف دار ليا فلوسي. كانوا هما يبكيو عليا، والان لقيتو في الواتساب تيقول لك يا ولدي ما كرهناش حنا نشدو وانت تخرج، لانه حنا ما عندنا باش ننفعوا البلاد، انت تمشي تتعاون الناس. حقات معايا اداره مؤسسه الامن الوطني، وحقق معايا مؤسسه النيابه العامه بقضيه التحقيق ومؤسسه القضاء. 20 يوم وانا عند الشرطه القضائيه في مدينه مكيلاس، وتحيه رجال الامن الوطني برئاسه السي عبد اللطيف الحموشي اللي محبوب ديالنا وخونا، ما تحسبوش مدير الامن الوطني هذاك خونا، لانه هز علينا هم كبير من 2015 تغير بزاف ديال الحوايج وتنبغيه بزاف، هو راه عارف راسو عندي في القلب. تحيه الامن المغرب، وبينوا على الرجوله ديالهم، وبينوا على ما عمرهم داروا اضراب، تيتشكوا من هاد المساكن من هاد الكورونا واقفين في الشمس تيتكرفسوا تيسمحوا في ليداتهم من البرد والثلج باش حمايه. هما تصابوا بكورونا مساكن حتى هما، ورجال الدرك الملكي كذلك، والوقايه المدنيه والناس الاطباء والقوى المساعده والسلطات والداخليه. تحيه لكم وتحيه رئيس الحكومه. ياك اخي العزيز، منين سالينا تحقيق عند الشرطه القضائيه في شهر 2 حتى 11 في شهر 6 عاد عيط لنا قضيه تحقيق، عاود الدوسي من جديد قضيه تحقيق. اذا ما بقاش داكشي ديال الشرطه القضائيه واكل ولا شي اقوال. شهرين وانا عند قضيه تحقيق
قضيه التحقيق كان واحد القرار ديالو اللي يكون اعتقال يوسف الزروالي. انا واحد اخر يقول لا ما خصوش يعتقلني وانا تندير وقفات وانا ملكي وانت حقا، لا، كان في محله. لانه واحد الفئه تقول الزروالي نصاب، واحد الفئه تقول الزروالي ملكي وفاعل الخير. قال لك الا كان كلشي تيشكرك انت انسان خايب، ولا كان كلشي تيسبك انسان، ولا كان شي معاك وشي ضدك انت هذاك هو الانسان. لانه حنايا لله سبحانه وتعالى قضيه التحقيق شاف بان واحد الناس من 2016 هما تيسبوا لي في والديا وفي الجوجه ديالي ويسبوا لي في شرفي وعائلتي. اول مره نتلاقى معاهم مباشره في هذيك النهار في المحكمه شاف رد الفعل، هما طالعين وانا طالع اكثر منهم. لو كون ما اعتقلنيش قضيه التحقيق كنا نخرجوا برا شي يضرب في شي، هذه الحقيقه. انا صالح وراه عارف هادشي. كون ما اعتقلنيش وقالنا سيروا عندكم جلسه غادي نخرج شي اللي يضرب في شي، غادي ندير لايف نقول ما بغيوش يشدوا لي حقي، ولكن كان الاعتقال ديالو في محله. اللي كون ما اعتقلنيش قضيه التحقيق يقول لك كون دابا انا شديت البراءه باش يعرف العالم انا بريء، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، البراءه عطاها لي الله. كون تابعت في حاله الصراحه شديت البراءه ما تكونش عندي مصداقيه كانني في الحبس فشديت البراءه. ما كاينش شي واحد انه فوق القانون. هذه مؤسسه دارها سيدنا الله ينصرو، وسيدنا تيق في المؤسسات ديالو، حنا تايقين فيهم. اعتقال شو مرحبا سيد رئيس التحقيق، حقق معايا. كانت صدمه، كانت الصدمه كنتي داير حسابها، درت حسابها. كيحقاش اللي تيكون مناضل ووطني خصو باش ملي حيدتي الخاتم وحيدتي المكانه صافي عرفتي راسك راه حيد الخاتم وحيد المكانه. قلت لهم كوني قويه، هذا ابتلاء من رب العالمين. ربما الله سبحانه وتعالى اشتاق الى صوتي وانا ابكي اليه، توحش نذكره وتوحش نختم القران 15 يوم. بغى يشوفني الله واش بصح انا فاعل الخير ولا تندير هذا الشيء. ونعم بالله. وما ابتلى الله عبد الا يحبه. وانا تنقول يا ربي شكرا على هذا الابتلاء اللي ابتليتيني، انا فرحان به. كان ابتلاء قاصح بالنسبه لي، لان اعز حاجه عندي اعز حاجه عند اي واحد يتابعني هي الام. مشاركه في النصب. ديالي مرحبا بكم المتابعين شوف تيفي. امي مين ابو عيادي والله ما تعرفش على التليفون. نعم. وشكون اللي دعاتها هذيك اللي درت فيها الخير انا. قضيه التحقيق ماشي بغاو انه باش نحيدوا لو يوسف الزروالي عنده مشكل مع الوكيل ولا مع ما كاينش. ليس يعني توضيح الصوره وبغينا يكون يعني لقاء يكون واضح. ما كاين لا شوف باش نجيو نوخ. انا ما تنخاف من حتى شي واحد، ما بغى يكون الشكل ديالو. هما راه عارفين كيفاش انا وراه في الحبس. شتي في الحبس راه كنت راجل، وانا غادي ندوز الى السجون وغادي نقول الحقيقه ونقول كلشي اللي كاين. هما راه عارفين اني راجل لا انحني الا لرب العالمين واحتراما لسيدنا الله ينصر. فهمتي؟ ما تخاف من حتى شي واحد، ولكن الظلم حرام. انا يعني تنحس. انا دابا جا عندي واحد الموظف قال لي ما هو الظلم يا يوسف؟ قلت له الظلم لا يوصف وما تيتكتبش اخويا. قلت له تحس به تظلم انت ولا تحس بالظلم؟ كاين لا استاذ وكيل مالي كتصفيه حسابات لوان، لانه كثر القيل والقال. لا ما كاينش هادشي. السيد بعيد على هادشي. ان تصفيه حسابات ان يوسف لا راه هذيك نظريه المؤامره. كاينش هادشي. ما كاين لا. شوف نعم. الاب يقدر يربي ولده، والولد يقدر يغلط في حق الاب، ولكن الولد ما عمره يكون مخصوص الوالد. عمر الاب ما يدوز ولده يغضب عليه ولكن تيبقى ولده. هما الداخليه ولا الامن ولا النيابه العامه ولا القوات وقاده التحقيق ولا الامن الوطني شنو الشعار ديالهم؟ الله الوطن الملك. وحنا كجمعيه ملكيه شنو هو الهدف ديالنا؟ الدفاع عن الوحده الترابيه والدفاع الملكي ونجيبوا الاستثمارات الاوروبيه ونجيبوا المساعدات. راه حنا هدفنا واحد، هما في الاداره وحنا في الشارع. نعم. كمجتمع مدني. باش نوضح. نعم. انا راه ولدهم. الا كانوا شافوني بانني انا خصني نتعاقب راه يعاقبوني من حقهم، ولكن باش انا ننتقم منهم ما كاينش هادشي. المهم هوت للحبس. التعامل باش تعاملوا معايا المسجونين وهذا حنا جايين باش نخليو في قضيه التحقيق غندوزو. بقينا تنمشيو شهرين تنطلعوا نهودو. قضيه التحقيق ما بقاش يحقق معايا في هذيك الملفات لانه اللي دايرين بيا شكايات هذوك الناس. بقاش نديروا بيا شكايات. والخطا درت 2016 ليس خطا، العفويه ديالي، الطيبوبه ديالي. قال لك اتقي شرا من احسنت اليه. الشيء اللي كتدير فيه الخير حذاري منه اخويا منير. الشيء اللي كتديرو خوك وصديقك وحبيبك اول واحد يبيعك هو هذاك. ما عدا الانسان اللي تيكون راجل وتيكون ولد الاصل وعنده مبادئ ما يبيعش خوه المسلم
وما يبيعش بلادو، ما يبيعش الملك ديالو، ما يبيعش الوطن ديالو. بدا تيسولني باش نجي، تيسولني مين تجيب الفلوس. هو راه يكون تيتفرج قضيه التحقيق، غادي يعرفني انا ما كذابش، بقاش الكذاب بغا تيطلع عليه النار. ما بقاش يسولني، بديت قلت له السيد الرئيس النيابه العامه ما تابعنيش في هذا الشيء. قال لي انا نعطيك واحد 6 اسئله وانت جاوب يوسف وباحترام، ماشي الغوات، باحترام تام يحترموني. وقال لي في الاخير احترمك يوسف الزراولي وتيعجبني هذاك الشيء تدير، انا ماشي ضد الخير ودير تدافع على الوطن. قال لي ولكن القانون فوق كل شيء يا يوسف، هكا فوجي. قال لي انا ما تنشكش فيك وما تنقولكش انت نصاب، قال لي انا ما تنقولهاش، وماشي انا تعطي البراءه، اللي تعطي البراءه هو الرئيس، انا محقق. اللي قلت له تيقول لي اقرا الاقوال ديالك، المهم دخل معايا في شي حوايج نحققو، دخل معايا في شي حوايج ما خصنيش نقولهم، ولكن ربما هو الشك بانني انا شي ناس يدعموني. هذا عمل ديالو، كيدخل في الصلب ديال العمل ديالو. واحد الانسان تيعطي الفلوس في الشوارع، هذه راه مؤسسه، نعم. حنا راه مؤسسه عندها مالك ديالها وعندها الناس، راه ماشي تنعيشوا في غابه. نعم. حيت انا ملي هوت الحبس لقيت الناس من الامن الوطني في الحبس، لقيت واحد من لا دي اس تي في الحبس، لقيت قاضي في الحبس، كاين وكلاء في الحبس، كاين محامي في الحبس، كاين اطباء في الحبس، كاين ناس من اداره السجون في الحبس. القانون فوق كل شيء. اذا تبقى من انه راجل الامن الوطني، القانون فوق كل شيء، ما تيرحمش. درتي الذنب تستاهل العقوبه. هوت الحبس كابتلاء. شنو فكرت ملي هوت الحبس؟ فكرت انا ابتلاء. جلست هذيك النهار اليومين تنراجع راسي، واش انا عمرنا حقرت شي واحد ربما دعا فيا؟ تنقول في نفسي لا، ما درتش خطا، انا كنت ندير الخير. كان الحل الوحيد هو انني نواجه هذاك المشكل، ما نحطش الملايه ديالي وما نبقاش نخرج للكور. واجهته بالقوه. ما هو القوه؟ هو لونطرينمون، الرياضه. اول حاجه باش تعطيك واحد القوه، واحد الطاقه، والسجاده والقران الكريم والتسابيح والقرب الى الله سبحانه وتعالى. يوسف، كي كان احساسك وانت مخلي موراك الزوجه ديالك اللي حامله، ومخلي موراك الاب ديالك والام ديالك اللي انت المعين ديالهم وانت اللي هاز معاهم كل شيء، يعني ولا يعني الاسره ديالك انت هو كل شيء، يعني يوسف هو المعين ديال الاسره، يوسف هو ذاك الحيط ديال الاسره. خلي واحد النهار تلقاو راسهم بوحدهم، احساس صعيب، وخصوصا حتى الولاده اللي كانت تولدات البنيه وما عانقتيهاش، يعني احساس ديال الاب هنا صعيب بزاف. كيفاش كان شعورك وانت داخل يعني وسط 4 حيوط ما قد ما تقدم؟ نخليو هذا السؤال باش نخليوه باش نساليو على التحقيق والنيابه العامه. ندوزو للسؤال. من بعد ما سالي معايا قاضي التحقيق، تابعني باتهامات التشهير والجمعيه الملكيه. ماشي انه الجمعيه الملكيه ما كايناش، الجمعيه الملكيه كاينه وكاين الواسط باش نديروا وقفات في فرنسا. هادشي كل خصني انني ندير لها فروع ديالها في المغرب معترف. وفعلا حنا درنا واحد الخطوه اعترفنا بها في القنصليه المغربيه، ومشيت عند السيد العميد العام السبور استقبلني، وانه مشينا عند هنايا في كاميليا عند القائد، وقال لي خصك تجيب واحد حسن السيره. ومشيت جبت حسن السيره ديال المحكمه، ولكن في هذاك الوباء هو اللي وقفنا. ولكن السيد القائد ديال الكاميليا انه شي تنقولوا كذب، كنتمنى تعرفني انا كذاب وانا في الصحراء نصاب وشفار. كورونا وقفات لي كلشي، كنت باغي نحل الفروع ديالها انا. من بعد دزنا عند السيد الرئيس القاضي باش يجيري، باش احترم هذيك الرئيس، واللي خلاني نقول عاش القضاء المغربي من طنجه من القويره، وخلاني نقولها، واللي بغى يقول شي حاجه يقولها. اللي قاس القضاء بحال اللي قاس يوسف الزروالي. نعم. لحقاش تعامل معنا بواحد المعامله كقانون، وكان مسكين تنحس به انساني، تيسمع في حقه باش يرضينا حنا كاملين وما يجرح حتى شي واحد. عاود التحقيق من ازهر 4 شهور و5 ايام، وحنايا قال لي هكا يوسف زراوي المتهم بالنصب وخيانه الامانه، قلت له ليس بمتهم وليس بنصاب، وما قدرش يكمل هذاك الشيء. قال لي انا ما تنقولكش انت نصاب يا يوسف. قال لي باش تتهمني؟ قلت له انا ليس بمتهم، انا اشرف يا سيد الرئيس. قلت له سيد الرئيس اذا لقيتيني انا بصح نصاب هو راه يتفرج في الله، تنتمنى تعطيني اقصى العقوبات لاكون عبره للجميع بانني تنصب اسم صاحب الجلاله، لان رئيس جمعيه ملكيه. قلت له بغيت اقصى العقوبات، ولكن سيد الرئيس هل ممكن كاع تحكم عليا باقصى العقوبات بالمؤبد، ولكن هل ممكن ما نبقاش نشوف الام ديالي حدايا؟ قال لي خصوصا انه الام كانت قال لي هما عارفين اعز حاجه عندي
اللي قاد التحقيق حتى هو بحث عليها وعرف بانه اعز حاجه عندي هو الام ديالي. كان قاد التحقيق تيتعامل مع الام ديالي اللي ما كانتش في الحبس، هي متابعه لا برا، كان تيتعامل مع الام ديالي واحد التعامل خاص، لانه ربما قالوا له راه نقطه الضعف ديال يوسف الزروالي هي الام ديالو. راه اي واحد يتعامل مع يوسف مع الام ديالو مزيان راه ما يقدرش يهز فيك حتى العين. قال لها المهم هكا قال الرئيس: والده واش ممكن تمشي تجلسي ما تبقاش واقفه، بقاش الانسانيه تتغلب القانون. مرا كبيره ومسكينه مريضه وما كايناش الزياره مع الكورونا في الحبس وتشوفني من المحكمه للمحكمه. قلت له، قال لي: سي يوسف غادي نعطيك واحد الاسئله وغادي تجاوب الجلسه الخامسه. قال لي: هاد السيده دخلتي الازراج جبدات 20 مليون، الشهيده ديالها جبدات 20 مليون. قلت له: السيد الرئيس هاد الشهيده ديالها هي التي اتهمتني في فيديو اباحي، هي وزين بالقصير وفي الانفاق في مدينه خميسه وانا داعيهم وها الشكايه. قال لي: داعيهم؟ قلت له: نعم، متابعتهم النيابه العامه خميسات بانه التشهير وابتزاز وكل شيء وانا عندي راني داعيهم. قلت له: ولكن السيد الرئيس تقول دخلنا للبنكه وجبدات 20 ديال المليون وعطاتها وشافت عطاتها لي. الا كانت السيد الرئيس هاد 20 مليون كاينه في بنك بيوم سينيه بيان سي في ازيلان، فانا امامك السيد الرئيس، احكم عليا دابا. قلت له: كاين اكثر من هكا؟ لانه هو الرئيس عندما تيشوف المتهم تيهضر بواحد الثقه راه رئيس هذا حيت النيابه العامه الا شكات تعتقلك، الرئيس لا شك تيطلقك، تيختلفوا هما. قال لي: متاكد؟ قلت له: متاكد السيد الرئيس. سولني على هذا السيد، قال لي: هاد باين ايه اسيدي. قلت له: انا السيد الرئيس عطيته 5 ديال المليون باش يداوي بنته، باش يدير لها الريجيم، باش حنا نديوها لفرنسا، لانه البنت عندها 11 سنه والدكتور اللي يدير لي عمليه في فرنسا ما قبلش، لان عندها واحد الوزن 170 كيلو، قال لي خصها طيح. نعتذر مشاهدينا على هذا الانقطاع. نعم كنعتذروا على هذا الانقطاع في الشبكه واللي خارج عن الاراده ديالنا، بسبب الضعف ديال الشبكه. دائما مشاهدينا غنكملوا مع يوسف، وباقيين غادي حنا باقيين كنتسناو الاتصالات ديالكم معنا على الرقم اللي موضوع في العنوان. اللي بغى يبارك ليوسف الزروالي واللي بغى يهنئو يتواصل معاه. نعم وصلت دابا غادي باقي كنكمل. قلت لكم خلينا في الايه. قال له السيد الرئيس جاوب على الاسئله، قال له 7 ايام قال لي في هذه. قال له: بغيت نسولك واحد السؤال السيد الرئيس. قال له: واش عطاك تشري طوموبيل او عطاك؟ قال له: شريت طوموبيل. قال له: شنو النوع ديالها؟ قال له: شنو النوع ديالها؟ قال له: ولكن السيد راه عطاك باش تداوي بنتك، ما عطاكش باش تشري سياره. قال له: لا كنت محتاج لها. قال له: اذا استفدتي انت بلاصه البنت ديالك. صحيح. كان الرئيس في المستوى